مطلوع محشي بالفرماج ولا فيونداشي يجي خفيف وبزاف بنين، ولا فاس تقدروا ديروه واش تحبوا، تشكتوكه ولا السلق بالثوم. المهم واش عندكم. عندي هنا 2 كيسان سميد رقيق، نزيد عليهم كاس فرينه، 2 مغارف كبار حليب بودره، ولا ما عندكش تجمعي العجينه بالحليب في بلاصه الماء. نحط 2 مغارف صغار خميره الخبز، مغرفه صغيره سكر، ونخلط كلش. ندير مغرفه صغيره ملح، ونبدا نزيد في الماء دافي حتى تتجمع العجينه. بعد ما تلمت العجينه نزيد مغرفه صغيره زيت زيتون ونعجنها 3 دقائق، نغطيها ونخليها تريح في بلاصه دافيه، ونوجد لا فارس. ندير 3 مغارف كبار زيت، نحط لا فيونداشي تتقلى، درت 300 غرام، نزيد شويه فلفل كحل وشويه ملح. بعد ما تقلات نزيد حبه بصل، نخلط كلش، ندير الغطاء ونخلي البصل يدبل، ومن بعد نزيد حبه فلفل خضر وحبه فلفل احمر، قطعتهم هكذا ديكاغي صغار، وغير يطيب الفلفل نطفي النار. بعد ما خمرت العجينه نقسمها ونشكل ديبول. هنا خرجت لي 7 حبات، الوزن تاع كل وحده 108 غرام. نرش شويه سميد على لو بلان دو طرافاي ونحل العجينه هكذا بيديا. نحط في الوسط شويه فروماج، درت فروماج وليد سي دو فري فروماج سون غلوتين وما فيهش مواد حافظه. ناخذ قيس نص مغرفه كبيره ونحط في الوسط هكذا، نزيد من الفوق شويه فروماج غابي، ومن بعد ندير لا فيونداشي. نغلق العجينه مليح ونجبد كامل الطرف للوسط ونعبزها باش ما تتحلش. نغطيهم ونخليهم يخمروا 15 دقيقه. بعد ما خمروا نعبز على العجينه هكذا ونرققها شويه قبل ما نحطها طيب، ونحطهم يطيبوا في طاجين ولا مقله تكون ثقيله على نار متوسطه، ونخليهم يحمروا من كل جهه. وهذا هو الشكل النهائي تاع المطلوع بلا فيونداشي.